وننضف كرشة العجل. معايا هنا ميه داخله على غليان، حطيت عليها معلقه كبيره كربونات ومعلقه كبيره ملح ليمون، وهننزل بقى بالكرشه بتاعتنا. هنقلبها على الناحيه التانية دقيقه واحده وهنطلعها، وهنلاقيها بتطلع معانا بكل سهوله بايدينا. هتطلعيها بصباعينك كده الاتنين، كمان مش هتقشريها بضوافرك، لا بايديكي كده بصوابعينك الاتنين كده هتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهوله. لو حابه تختصري بقى في الوقت، هاتي السكينه بقى واعمليها بالسكينه، هتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهوله خالص خالص. هتنضفي كرشه، كميه كرشه يعني في وقت قليل. بس كده هننضفها كده كويس من كل ناحيه. وبعد كده بقى هنقشرها من الناحيه التانية، الناحية اللي هي بتبقى على القلبة بتاعتها هنقشرها كده، مش هنخلي فيها اي دهون او اي حاجة كده، بتتقشر معانا بكل سهولة. وبعد كده بقى هنشطفها تحت الحنفية، وهننقعها في ليمون وخل ونص ساعة بقى ونشطفها ونشيلها.